كلام جميل على السريع. محمد صلاح خلانا نحلم كمصريين. حلمنا ان في يوم من الايام يبقى عندنا لاعب ينافس على البلندور. حلم ان اسم لاعب مصري يتقال جنب اعظم اساطير كرة القدم. حلم كنا شايفينه بعيد ومستحيل، لكنه اتحقق قدام عينينا. صلاح ما اكتفاش انه يكون مجرد محترف عادي، ده دخل اقوى دوري في العالم وكسر كل الارقام القياسية هناك. بقى هداف البريمير ليج لسنين، وكسر ارقام اساطير ليفربول اللي كان الجمهور في الانفيلد بيعتبرهم رموز النادي، زي ستيفن جيرارد مثلا، عشان يبقى هو نفسه اسطورة من اساطير الريدز. الجماهير في انفيلد بقت بتهتف باسمه كل ماتش. بقى أيقونة في انجلترا والعالم كله. تخيل من 20 سنة لو حد كان قالك ان ده ممكن يحصل، كانوا هيضحكوا علينا ويقولوا انتوا بتحلموا. لكن الحلم اتحول لحقيقة، ومحمد صلاح هو اللي خلانا نصدق ان مفيش مستحيل. والموضوع مش ارقام بس، صلاح بقى رمز، قدوة لملايين الشباب في مصر والوطن العربي. بقى صورة للي بيجتهد وبيشتغل بضمير عشان يوصل للعالمية. بقى مثل أعلى لأي طفل ماسك كرة في الشارع وبيحلم يبقى نجم. وفي وسط غياب معايير واضحة للفوز بالبلندور، صلاح يفضل هو الأحق، هو الأقدر إنه يكون الأفضل في العالم، مش بس عشان بيجيب أهداف، لكن لأنه حمل اسم بلده على كتفه وخلاها يتكتب في تاريخ كرة القدم الأوروبية. وفي النهاية الجائزة بتترفع مرة واحدة، لكن اسمك بيترفع للأبد وبيفضل مكتوب في التاريخ للنهاية. محمد صلاح حامل محروس غالي، هو الصفحة اللي المصريين هيفضلوا يفتخروا بيها دايما وللأبد. محمد صلاح خلانا نحلم في وقت كان الحلم بعيد في الكورة. احنا عندنا محمد صلاح ونفتخر بده.